وده اللبن البودره الاصلي، وده اللي مش لبن بودره، وده اللي هو المخلوط اللي هو نفس اللون، وكوبايتين الميه دول وهنعمل الاختبار. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سر الصنعه. هنشوف مع بعض النهارده طرق غش لبن البودره، ومعانا الاستاذ محمد. حبيبي ازيك؟ صاحب محل العطاره. وهنعرف مع بعض اسرار غش اللبن البودره، وهنعمل معاكم التجربه العمليه كمان. لازم كوبايتين الميه دول على فكره يكونوا باردين. قول بقى كده، ها، ده اللبن البودره الاصلي. اللبن البودره الاصلي في كذا طريقه ان انت تعرفه. اول حاجه من طعمه، لو في مجال ان انت تدوقه بتلاقي السكر بتاع الاصلي قليل خالص، بحيث ان انت ما تجزعش منه. تقول لي اول حاجه التيست، يعني حتى اللي عايزين يروحوا يشتروا من محل عطاره بتبيع اللي هي الالبان البودره السايبه دي، تعمل تيست اللي تلاقي السكر بالنسبه لهم عادي جدا، خفيف بنسبه 10% مثلا. انما لو جازع وتقيل يبقى ده مغشوش. ده ايه؟ اول حاجه هنشوف. المفاجاه بقى، ادي اهو اللبن البودره، وادي اللون بتاعه نيوزيلندي اصلي اهو، ده اللون بتاعه. وبص لو تلاحظوا برضو هنا اهو نفس اللون اهو، بس ده مش لبن، ده نسبة قليلة جدا من لبن البودرة مخلوط بيها ايه بقى؟ اوبا، دي الذرة، ده اللي هو الاصفر اهو. بص نفس اللون، صح مظبوط. دي الذرة الاصفر، وبتحط معاه ايه تاني؟ دي الذرة الاصفر، واوقات يتحط عليه السكر البودر عشان برضه يدي تيست كويس، لان في ناس كتيرة بتنخدع بالتيست اكتر من اللون او من الكواليتي. في نفس الوقت ممكن تحط عليه سنة نشا برضه. ونشا ده طرق غش اللبن البودرة كده. طيب نعمل مع بعض الاختبار السحري اللطيف. هناخد مثلا ايه، معلقه كده مثلا لبن بودره، صح زي ما انت بتقول؟ حلو كده؟ ايوه كده تمام. ادي اللبن البودره اهو، حطينا مثلا معلقه سيكه كمان اهي. بص اوريدي بيدوب ازاي، بيدوب لوحده اهو، صح؟ خلاص كده اصل ملك لبن اهو، لبن اهو بلون اللبن اهو، اللبن بلون اللبن الطبيعي الاصلي الصافي اهو، ولا كلكع ولا حصل فيه اي حاجه. تعالوا بقى نحط اللبن التاني ده اللي هو المغشوش اهو. بص قليل الترسيبي، يعني اول ما حطينا اللبن ده سقط على طول تحت اللبن الاصلي وقلبنا اهو، مع ان نفس اللون قدامكم اهو، نفس اللونين اهو. بصوا ده بيكلكع ازاي وبينزل ببطء. بصوا اهو، ونيجي نقلب كده كلكعه اهو. بصوا الكلكعه شكلها ايه، بصوا الكلكعه اللي في اللبن شكلها ايه اهو. في نفس الوقت يعتبر نفس اللون، صح؟ صحيح. دي كده طرق اختبار كشف الكذب وكشف الغش بتاعت اللبن البودرة. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من حلقة برنامج سر الصنعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.